من أجل التجمع الإعدادي المقبل، أعلن وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي عن اللائحة التي سيواجه من خلالها منتخب الساحل العاج وديا يوم 14 من أكتوبر الجاري، ومواجهة منتخب ليبيريا في آخر مباراة ضمن المجموعات المؤهلة للكان المقبل يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري. وقد أسفرت اللائحة عن عودة بعض اللاعبين وغياب بعضهم، وجاءت اللائحة على الشكل التالي: ذم الثلاثي حراسة المرمى ياسين بونو والمحمدي وبن عبيد، ثم في خط الدفاع أشرف حكيمي ونيف أكرد وغانم سايس ونصير مزراوي وأيوب العملود، ثم يونس عبد الحميد ويحيى عطية الله وعبد الكبير عبقار. أما في خط الوسط فقد ضمت كل من سليم أملاح وعز الدين أناحي وبلال الخنوس وإسماعيل سيباري، ثم سفيان أمرابط وأسامة العزوزي وأمير ريتشاردسون. وفي خط الهجوم ضمت حكيم زياش وأمين عدلي ويوسف نصيري وطريق تسودالي وأمين حارث وعبد الصمد الزلزولي وأيوب الكعبي وإبراهيم صلاح. المستبعدون من لائحة المنتخب الوطني المغربي: عبد الرزاق حمد الله وأيوب شديرة وجواد الياميق وعبد الحميد سيباري ويوسف المطيع، وذلك لاختيارات المدرب وليد الركراكي وعدم جاهزيتهم. والعائدون للمنتخب الوطني هم حكيم زياش وطارق تسودالي وأمين حارث وإبراهيم صلاح، واستدعاء أول للاعب الوداد المتألق مؤخرا مع فريقه الأحمر أيوب العملود. اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد.